مرحبا فيكم بفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بألف خير. بفيديو اليوم رح أكتب لكم أهم النصايح والعادات يلي لازم كل بنت تساويها حتى مع الوقت حتلاقي فرق كبير بحياتك وطاقتك بعد الاستمرار فيها. لهيك قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وبلا مقدمات طويلة خلونا نبدأ. العادة الأولى وهي الكتابة اليومية. الكتابة من أهم عادات الناجحين، والكتابة سواء كانت لمراجعة يومك أو أسبوعك إذا انتظمتي عليها رح تصفي مخك وتخلي مساحة أكبر للإبداع. ممارسة الرياضة مهما كانت بساطتها، مثل المشي لمدة 10 دقايق أو أي نوع من أنواع الرياضة اللي بتحبيها. خلي تحريك جسمك باليوم أولوية لا تتجاهليها، لأنه العقل السليم بالجسم السليم. كمان هاد رح يساعد على توفير قدر كبير من الطاقة والنشاط قبل ما تدخلي بالأعمال اليومية، وكمان حيقلل الإصابة بكتير من الأمراض. القراءة المستمرة بمجالات مختلفة. اقطعي بعض الوقت يوميا لقراية بكتير من المجالات، إذا كان كتاب، مجلة، صحيفة، أو حتى القراية على الإنترنت، حتى تعرفي على العوالم الأخرى وبتلاقي الكون من منظور مختلف عن الحياة العملية، وهيك رح يجعلك تنتجي كتير من الأفكار الجديدة. شرب لترين مي يوميا. شرب المي بكثرة رح يفرق بطاقتك ونشاطك بطريقة كبيرة وعجيبة. استمري عليها ورح تشوفي الفرق بنفسك. تجنبي هدار الوقت. أكيد الكل بيعرف إنه مواقع التواصل الاجتماعي بتضيع كتير من الوقت إذا استخدمتيها بشكل خاطئ. لهيك كل اللي عليكي هو التركيز إذا كان عندك عمل أو حتى دراسة. وبوقت الفراغ بدل ما تضيعي كتير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيكي تساوي هواية انت بتحبيها مثل القراءة، الرسم، أو أي هواية انت بتحبيها بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك مع الوقت رح تحسن حياتك وتشوفي انت الفرق بنفسك. النوم الجيد لراحة الجسم. على عكس ما بيعتقد كتير من الناس انه السهر لساعات متأخرة وقلة عدد ساعات النوم بيساهم بزيادة الانتاج، بس الانسان بيحتاج يوميا للنوم ما بين 6 ساعات الى 8 ساعات للمحافظة على التركيز خلال اليوم وزيادة الانتاج. الاستيقاظ مبكرا، وهذا من شأنه انه يحقق لك استفادة بالقدر الكافي من اليوم. فالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا بيعود على الإنسان بكتير من النفع والصحة الجيدة. كمان بتقدري خلال اليوم تنجزي بوقت أكتر، وكمان بصحة ونشاط أكتر. وآخر شغلة وهي فكري بإيجابية. بيساعد التفكير الإيجابي على جعل الحياة أكتر أمل وسعادة. فإذا كنت من الأشخاص السلبيين وبترغبي بتغيير حياتك، ما عليكي غير أنه تتبني التفكير الإيجابي كأسلوب جديد بتعاملك مع المحيطين ومع نفسك، لأن التفكير الإيجابي رح يجعل منك شخص منفتح قادر على التعامل مع المحيط الاجتماعي بشكل ذكي. كمان التفكير بإيجابية رح يساعدك على تجاوز العقبات، وكمان أهم شي وهي تحديد الأهداف ووصول للنجاح، وبالتالي تغيير الحياة نحو الأفضل. وبس هاد كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا حبيتوا، ولا تنسوا تستمروا على هالعادات وتكتبوا لي بالتعليقات إذا بتغير حياتكم أو لا مع الوقت. وبتمنى تكونوا حبيتوا المحتوى ومحتوى الفيديو بما أنه كان بسيط وعادات شبه معروفة عند الجميع. وبس بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.